السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده جايلكم بفيديو جميل جدا. هنعمل طواجن كده، ايا كان بقى انتي مطلعها اوردرات ولا هتوديها لحد، والله مش بيصدقوا خالص ان الحاجة دي معمولة في البيت. تمام، مش بيقتنعوا الا اذا كان حد مقرب ليكي جدا وعارف انك بتعملي فعلا. اول حاجة انا معايا الصاج اللي هو مقاسه يعني 27 في 30 تقريبا. تمام. هبدأ ان انا اعمل فيه عشان خاطر ان انا هحطه في طاجن. فانا هحطه في الصاج اللي هو الصغير اللي هو 27 في 30. لو انت هتعملي في هتعملي مثلا سويس رول، بتحطي المقادير دي في الطاجن ال30 في 40. اول حاجه انا معايا 3 بيضات، انا بعمل سبونج البيتي. معايا 3 بيضات، معايا 150 جرام من الدقيق. تمام. 130 دقيق او 120 دقيق، وحط عليهم 10 جرام نشا، يبقى كده 130. هحط بقى 20 جرام من الكاكاو. تمام. لو مش هعمله بالكاكاو فانا هحط ال140 من الدقيق و10 جرام من النشا. الصاج الابيض طلع رفيع عن سمكه رفيع عن بالشوكولاته. ليه؟ علشان خاطر الصاج الابيض ده البيضه بتاعته كسرت، فحطيت 2 بيض كامل وواحده صفار. فعشان كده معليش معايا قوي زي، بس ولكن هو هش، لكن معليش معايا العلو اللي هو بتاع الصاج اللي بالشوكولاته. طبعا سبته بيرد خالص تماما، وجبت رحت السكينه المشرشره دي بتاعه العيش او بتاعة الجاتو يعني عامة، وخدت الوش كله كده شيلته اللي هو الملزق ده. كان ناشف بقى فشيلته بالسكينة، اتشال معايا بمنتهى السهولة. هبدأ ان انا اجيب الطواجن دي. طبعا الابيض عمل معايا طاجنين بس هو في الحقيقة هيعمل معايا 4 من الصاج ده. ولكن انا حطيت طبقتين من الكيك عشان الطبقة كانت رفيعة، وما بينهم حطيت كريمة برضو طبقة رفيعة جدا عشان خاطر الطبق اقدر ان انا اقفل الطبق. تمام. فانا حطيت طبقة كيك وحطيت طبقة كريمة رفيعة وحطيت طبقة كيكة تاني. الكيكة دي الكريمة عبارة عن ايه؟ عبارة عن كريم شانتيه خام، ولو عندك باستري كريم هيبقى حلو جدا. انا ما كانش عندي وقتها فما حطيتش باستري كريم. حطيت نوتيلا على الميه بدل السكر. حطيت نوتيلا بيضه وبدات ان انا اخفق النوتيلا البيضه مع الميه، وبعد كده حطيت الكريمه. تمام. طبعا بتحطي على حسب السمك، انا ماليش مقادير معينه في الكريم، بس ببدأ بكوباية كريمة واشوف انا محتاجة مية قد ايه ومحتاجة كريمة قد ايه. الكلام ده كله بفضل طول ما انا شغالة كده ممكن ازود. هبدأ بقى ان انا اعمل سيرب خفيف جدا، يعني حطيت مثلا كوباية مية وعليها ربع كوباية من السكر، وما بدأوا يعني كده يغلوا على البوتاجاز بدأت ان انا اطفي عليها وبردت واسقي بيها كيكة. الكيكة طرية معايا، ولكن انا بسقيها بالشربات علشان خاطر بتديها طعم اغنى، بتديها طعم جميل. بدأت إن أنا أعمل الطبقين دول. هعمل واحد طبعا هوريكم التزيين النهائي هيبقى شكله ايه. اللي بالشوكولاتة عملتها في طواجن كبيرة، عملت الطاجن الأكبر يعني الفانيليا، كنت عاملة الطاجن الوسط في الطواجن المدورة اللي هي السمرة اللي انتوا شايفينها دي. في الطواجن في الشوكولاتة عملت الطاجن الكبير من الطاجن المدور، وعملت برضو الطاجن المستطيل اللي انتوا شايفينه ده. واتبقى قطعة كيك من هنا واتبقى قطعة كيك من هنا، بس ما يكفوش ان أنا اعمل بيهم طاجن. حلو الكلام. وطبعا عرفنا ان الكريمه اللي هي الكيك اللي هو بالفانيليا كان المفروض يعمل 4 طواجن من الصغيرين او برضو طاجنين من دول، ولكن عشان كانت رفيعه فحطيت طبقتين كيك. انا في كل طاجن بحط طبقه واحده بس. دي طبعا نفس الكريمه اللي انا حطيت منها، ولكن حطيت عليها معلقتين كده كبار من جناش الشوكولاته. وهبدأ برضو ان انا اخدها كده بالكريمة. طبعا انا جيت اشوف الاكياس عندي بتاعة الاكياس الحلواني بتاعة الكريمة، لقيتها خلصانة. انا مش عارفة ازاي كان في كتير والله، ولكن انا رحت جايبة كيس تلاجة اتصرفت، او ممكن تحطي معلقة، بس عشان انا اتعودت بيه الكيس فروحت واخدة كيس تلاجة وقطعته كده وبدأت ان انا ازين بيه. بصوا بقى، جيت احط الشوكولاتة برضو راحت ايه وقع مني، بس الحمد لله حصل خير. دي طبعا شوكولاتة شوكولاتة دارك، وحطيت عليها حليب عادي جدا، وحطيت كمان ايه كنت عايزاها اغمق او كنت عايزة اكثر حدة السكر اللي فيها. فحطيت معلقتين من الكاكاو. انا عامة بعمل الجناش بتاعي او صوص الشوكولاتة بتاعي شوكولاتة خام، وايا كان بقى بالحليب او دارك مش مشكلة. وبحط عليها حليب بس، لبن عادي بس كده بسخنه وبدوب فيه الشوكولاتة.
ولكن المرة دي عشان اكسر حدة السكر اللي في الشوكولاتة، فبدأت ان انا احط معلقتين من الكاكاو الخام الاسباني. انا بمشي الطبق كده وبخبط عليه، فالشوكولاته بتروح لوحدها عشان خاطر تكون السطح بتاعها مستوي. طبعا ديت انا عملت ايه بقى، جبت الخليط ده عباره عن معلقتين من الشوكولاته اللي هي الرافاييلو دي، وحطيت عليها معلقه من النوتيلا عشان خاطر ازودها. انا في الاساس بجيب النوتيلا البيضه ديت اللي هي المصري دي، وببدا ان انا احط عليها جوز الهند، او وكمان بحط عليها ويفر، ويفر كده يكون نوعية كويسة، وبعملها بتكون رافاييلو يعني عادي جدا. ولكن دي يعني كانت موجودة عندي، حد جايبها لي، فبدأت ان انا احطها كده على وش الطاجن. قلبتهم طبعا في معلقة زيت وحطها على وش الطاجن، وبرده قعدت اخبط في الطاجن كده علشان خاطر الوش يتساوى معايا من غير ما يكون شكله مبهرج. تمام، كده هيكون شكله حلو معايا، والطعم بصراحة ولا أروع. جربوا الطريقة دي حلوة جدا. لو ما عندكوش طبعا الرافايلو، وده اصلا انا ما بجيبهوش، انا بجيب النوتيلا البيضاء عادي جدا واحط عليها زي ما قلت لكم كده جوز الهند وويفر، وبقلبهم كويس جدا، بيكون دي كده الرافايلو معايا. بالنسبة بقى للطاجن التاني اللي هو السادة لسه محطتش عليه حاجة، هبدأ ان انا احط عليه مانجا. انا المانجا مطلعاها من الفريزر ومقطعاها شرايح اول ما طلعتها كده وهي جامدة، وسبتها تفك خالص بس في التلاجة. هبدأ ان انا احط عليها جيلي سخن، ابدأ بقى ان انا ايه ارصها زي شكل الوردة كده، واحدة ورا واحدة ورا واحدة، وكل واحدة احط التانية فوق الاخر بتاعها، يعني احط واحدة واحط واحدة فوق التانية فوق اخرها على طول، بحيث انه يكون معايا الشكل الوردة دوت. هبدأ بقى ان احط جيلي مانجا ده اللي كان موجود عندي، ما عنديش جيلي على السخن، فبدأت ان احط صوص مانجا، وكمان هيبقى حلو جدا مع المانجا. تمام، وبيديها لون كمان جميل جدا. ما ببدأ انا كده نحط بالكيس، يعني بقطع الكيس كده سنة صغيرة، وابدأ ان انا اعمل منه خطوط كده عليها من غير ما احط الفرشة معايا عشان خاطر ما تخربش الشكل بتاعي. زي انتم ما شايفين كده، ده كده كان طاجن اللي هو بالمانجا. هبدأ بقى ان انا طبعا حطيت اللي بالشوكولاته. بصوا اللي بالشوكولاته عملت ايه، بشرت شوكولاته بيضه وشوكولاته بالحليب، ومعايا بسكوت لوتس مصري، ومعايا برضو اوريو، ومعايا رافاييلو برضو مصري، ومعايا زي انتم ما شايفين كده زوات الطواجن بالطريقه ديت. وطاجن الرافاييلو حطيت عليه بشر برضو شوكولاته بيضه وواحده رافاييلو كده، كانت تحفة. واشوفكم فيديو جديد، والسلام.